كأس العالم اتسرق. النهارده هنحكي واحدة من أغرب وأشهر الحكايات في تاريخ كرة القدم. في سنة 1966 في بطولة كأس العالم اللي اتعملت في انجلترا حصلت حادثة سرقة للكأس نفسه. في البداية الكأس كان موجود في عرض في لندن قبل البطولة، وفي يوم 20 مارس 1966 الكأس اتسرق من المعرض. الحكاية بدأت لما اكتشفوا ان الكأس مش موجود اصلا، وحصلت حالة من الارتباك والصدمة بين المسؤولين. لكن الغريب والمؤسف جدا ان الكأس اتسرق في وقت حساس، لان البطولة كانت على وشك خلاص هتبدأ خلال شهرين او 3. الشرطة بدأت التحقيقات، كانوا شاكين في مجموعة لصوص محترفين ممكن يكون ورا الحكاية دي. وفي لحظة من اللحظات الشرطة ما كانتش قادرة توصل لأي خيوط حقيقية توصلها باللي عمل كده فعلا، لحد ما ظهر كلب اسمه بليك من نوع بول ماستيف. كان ماشي بيه صاحبه في حديقة في لندن، وصاحب الكلب ده كان اسمه جيرالد. الكلب هو اللي اكتشف الكاس مرمي في الحديقة وملفوف في ورق جرايد. جيرالد وقتها ما كانش فاهم أي حاجة، ولا فاهم إنه لقى الكاس اللي حكومة إنجلترا قلب عليه الدنيا، لحد ما شاف الأخبار والصحف بتتكلم عن الحادثة دي، ووقتها اتأكد إنه لقى الكاس اللي إنجلترا كلها بتدور عليه. في النهاية الكاس رجع في الوقت المناسب، وكانت دي أغرب حادثة في تاريخ البطولة. وبعدها طبعا قرروا يغيروا طريقة تخزين الكاس، وبقى الموضوع مؤمن عن الأول خالص. بس للأسف الكاس ده اتسرق تاني سنة 1983 وما قدروش يرجعوه، وراح للأبد. سلام.